بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية من الله طيبة. سعدنا دايما بلقائكم في كافة الحلقات اللي قدمناها قبل كده في حلول، وبنستمر على منهجنا في برنامجنا اللي هو البحث عن ما يدعم المجتمع المصري في كل قضاياه. النهارده حلقتنا مهمة جدا لأنها بتتكلم في أساس بناء حضارة أي أمة، وهي مسألة التعليم. التعليم هي الثقافة، التعليم هو الحضارة، التعليم هو بناء فرد صالح لبناء أمة فيما بعد ذلك. التعليم بكل ما يحتويه من أهمية ومشكلات النهاردة هنتكلم عنه مع ضيفنا العزيز. بداية احنا بنرحب بالدكتور أحمد إبراهيم مرعوة. اهلا وسهلا. تمام. رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، شاعر وأديب ومؤلف للعديد من الكتب. هنبدأ مع حضراتكم كده نشوف تقرير ونرجع تاني لضيفنا العزيز. مس ناهد، بما ان حضرتك في التعليم من زمان وليكي باع في موضوع السناتر والتعليم وكده، هل تعتقدين ان المنظومه التعليميه الحاليه تستطيع ان تنتج فرد في المجتمع منتج؟ يعني طفل، هل الاطفال بتاع دلوقتي دي اللي هم الطلاب هيبقوا بعد كده انت شايفه ان هم مهندسين ودكاتره واطباء؟ اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بخبرتي السنين الطويله دي ممكن كنت اقول الكلام ده كان يحصل زمان، لان طلع عندنا عباقره كتيره ومهندسين ودكاتره، لان كان في حاجه اسمها التربيه والتعليم. كانت التربيه قبل التعليم. اصبح دلوقتي ولا في تربيه ولا في تعليم. المدارس دلوقتي والمدرسين بيجروا ازاي يجمعوا الطلبه عشان الدروس والفلوس، وما بيشرحش في المدرسه وما بيشرحش في الفصل. اصبح بيجري على سنتر او بيجري على بيت عشان يدي ويشوف ويتنافس مين عدد اكتر هياخد عنده. فنسيوا موضوع التعليم ونسي موضوع التربيه. المفروض ان الاول زي ما قلت من الاول كان في حاجه اسمها تربيه وتعليم. انا زمان كنت صغيره وكنت في المدرسه، كان المدرس بيخش يكلمنا عن التربيه قبل التعليم. اصبح دلوقتي ما فيش الكلام ده، ما فيش نهائي. فمش ممكن يطلع منهم حد كويس الا القليل بقى اللي متربي كويس في البيت. ورجعنا لحضراتكم، بنرحب بحضرتك دكتور احمد. يا اهلا نورتنا. وسهلا. الله يسلمك. الله النهارده واحنا بنتكلم عن التعليم، بنقول ان احنا دايما بنعاني منذ عقود في مساله تخبط او عدم درايه بالاسلوب اللي هو اللي المفروض ان احنا كدوله لها باع وتاريخ وحضاره تكون على قدره في مساله التعليم او الفكر التعليمي او سياسات التعليم. انتاج افراد بالفعل قادرين على بناء نفسهم وبناء مجتمعهم. دايما بنسمع عن المصري ان هو مؤسس هذه الحضاره في العالم. تمام. وبفضل الله سبحانه وتعالى عندنا قامات كبيره جدا وقادت العالم وما زالت تقود العالم. ولكن داخل مصر تمام يعاني الخريج من منظومه التعليم اللي بيحصل احيانا فيها بعض التخبط او عدم الدرايه بمنتوج السوق. احنا عايزين فرد لما يطلع من العمليه التعليميه يقدر يبني نفسه ويبني مجتمعه. فايه راي حضرتك في الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ان التعليم هو اساس كل حضاره عظيمه في العالم تبنى عليها حضاره الامم، وتتكون منها طموحات الكثيرين من العلماء والادباء والقائمين على التعليم. وأن الحضارة، حضارة أي أمة عظيمة بتبدأ من التعليم وتبدأ من الصناعة المترتبة أو القائمة على التعليم. نعم، المنتوج. نعم. وبلا شك أن شعب مصر شعب حضارة عريق، ولا بد أن كانت لهم صناعة وكان لهم تعليم.
بدليل المسلات والتماثيل والألوان التي برعوا فيها، نعم. ولم تبهت حتى الآن منذ عقود 7000 سنة. وقيل أن الحضارة الفرعونية حضارة 70,000 سنة اللي هي حضارة قوم عاد، ولكن الجزء المقتطع اللي هو الفرعوني الخاص بالرسم والنحت والعمارة كان اللي هو عصر الفراعنة. فالفراعنة طالما أنهم صنعوا هذا وبرعوا في هذا، إذن كان شعب له علوم ويأخذ بأساليب العلم وأساليب التقدم، لأنهم برعوا. هذه حضارة الآن لم يتطرق لها دول التي صنعت النووي وصنعت كل وسائل التقدم، عاجزة حتى الآن عن تفسير هذا التقدم. لم يصل لأسرارها حتى الآن. يعني أنت تصنع الليزر الآن ليقطع مثلا منشور زجاجي أو قطع حديدية، وقيل أن الفراعنة هذا النحت استخدم فيه الليزر. إذن الليزر منذ 7000 سنة التي تكلمنا عنها سالفا، إذن كنا أمام حضارة عظيمة. نعم. في هنا فجوة بين الفراعنة والآن. نعم. نريد أن نصل هذه الفجوة ونعمل على تفسير السر الذي ثبت عنده العلم طول هذه الفترة، أو انحرف عنه انحرف عن المسار. لا نقول الاحتلالات والكذا وكذا، أي احتلال مهما خرب في حضارة أي أمة لن يستطيع أن يمحيها كاملة. فلا بد هناك أشياء شدتهم، يعني شامبليون وفك رموز حجر رشيد. لماذا فك رموز حجر رشيد؟ إنه إذن الاستعمار يبحث عن التعليم، يبحث عن الحضارة التي سبقت دولته. نعم. يبحث عن السر الغامض اللي خلى الناس، هؤلاء الناس تقدموا. يعني هرم 140 أو 143 متر، وهذه الحجارة العظيمة سواء كانت نحتت أو حملت على الأعناق أو كانوا كأعجاز نخل وحملوا هذه الحجارة، إذن كم العدد لحمل حجر 70 طن؟ إذن نحتاج لمسافة. نعم. والمسافة دي تقاس بالتعليم الآن كم متر، وكم الناس دفعت بجوار بعضها لتحمل. إذن هذه الحجارة جاءت نتيجة أوقد لي يا هامان على الصرح. أوقد، يبقى أكيد كانت طين وحرقت حتى تصل إلى هناك. حواري في هذا والخاصة الفراعنة هو حوار في الأساس عن التعليم. لا يمكن أن الإنسان صحي من النوم فكر يعمل هرم، لابد كان في دراسة. لو عملت منشور، نيوتن مثلا لما شاف التفاحة والشاي والمية السخنة وقع في الشاي وطلع رائحة، والجاذبية ينبع من أساس كل شيء، ينبع من الأساس في العلم. نعم. البحث العلمي على كافة مستوياته. نعم. في دول تتعثر في البحث العلمي، ولكن كثرة التدريب والتمرين تجعله يصل. أما دول تعجز وتكتفي بأنها تكون مستوردة لصناعة لكمبيوتر لكذا، لا. الإنسان لابد أن يبحث، ونبحث. كيف نبحث عن تطوير العلم؟ أي دولة تبحث عن تطوير العلم لابد أن تطور المعلم تربويا، اللي هو مصدر المعلومة. المعلم الأساسي. نعم. المعلم اسمه معلم مضمون مدمين. فرق بين معلم ومعلم. نعم. وهذا يعلم، المعلم يعلم، والمعلم بالضمة يعلم. يبقى المعلم المضمومة الميم تبعه هو المعلم الذي التربوي. نعم. فهذا المعلم لابد أن تصحح مساراته فكريا وأدبيا وعلميا، وكل معلم في اتجاهه. يبقى إذن لابد أن نطور المعلم ونشبعه ماديا. نعم. يبقى مبدئيا كده انتقاء الفرد، وبعد كده اقتصادياته. نعم. دول مثلا مثل ألمانيا، أنا كنت بقارن في مستوى التعليم ومستوى أجور المعلم في دول الغربية، وجدت أن ألمانيا أعلى الدول في الأجور للمعلم.
لماذا؟ لأن المعلم هو الذي يخرج المهندس ويخرج الطبيب، هو الذي يعلم العلماء. والعلماء بدأوا على أيديهم من الصغر، على أيدي المعلمين. يبقى إذا المعلم لابد من إشباعه ماديا وثقافيا وفكريا وتربويا، وكل معلم في تخصصه في مجاله. التخصص هو سر النجاح. أحيانا الإنسان يكون ليس ذكيا ولكنه يذاكر 4 مرات 5 مرات. هو لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ذكيا، يجتهد ويساوي ويتفوق على الذكي الذي يعتمد على شرح المدرس. إذا لو أشبعنا المدرس ماديا وثقافيا وفكريا كما قلنا، المدرس ليس لديه وقت ليعطي الدروس الخصوصية، اللي أكبر مشكلة بيعاني منها كل نظام التعليمي عامة يعني. مشكلة العصر. لكننا لا نلوم المدرس ونترك الجزء الآخر. هناك بعض الناس كانوا يسألونني في النمسا: أنا عملت مع فلان بأجر ضئيل، إذا أنت رضيت، وبعد ذلك يسرقه. ليه تصرفه؟ ما هو الأجور لا تكفي، لكن أنت قبلت وآمنت الراجل وأعطيته الأمان. نعم. إن ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا يجعل المعلم أيضا يلتف إلى طرقه. كيف يسرق المعلم التلميذ؟ لا يستطيع مصروفه من جيبه، لا يعرف. يبقى إذن الدروس هناك، ليكن الدروس هناك مواد تحتاج دروس، وهناك مواد لا تحتاج دروس مثل الرسم، وإلا نبقى بنرسم على بعضنا. فيبقى إذن المعلم، إصلاح العمليات التعليمية بالبداية بالمعلم، إصلاح المعلم، ثم إصلاح المنشآت التعليمية. والحمد لله المنشآت التعليمية في مصر جميلة جميلة جميلة. نعم. نرجع إلى العدد التلاميذ والطلاب في الفصول. لا يستطيع معلم أن يشرح ل50 طالبا أو طفلا في فترة بسيطة في حصة مثلا 45 دقيقة. لو سأل كل تلميذ نص دقيقة، ده على افتراض ان هو سائل اصلا يعني. وإلا هيشرح وينظر بعيونه في عيون الأطفال، لعله يجد كما كان يفعل معنا المدرس، تلميذ شارد بالخيال، شارد بره ببص من الفصل. لا نعتمد على الحاجة التقليدية البسيطة، نصلحه 25 فردا في الفصل تكفي. إذا الشرح، لو شرح المدرس بضمير سيتصل المعلومة. هناك مدرس يتعمد عدم إيصال المعلومة أو تصل مشوشة، تحتاج إلى توضيح رؤية وإعادة طلاء، اللي هو عن طريق الدروس الخصوصية. طيب، إذا نخرج أيضا بالنسبة للتلميذ أو الطالب عدم الغش. اشترط عليه ونركز على عدم الغش. يعني يقابلني كثيرون من الجامعيين لا يعرف أن يكتب اللغة العربية. وشفنا دفعات من الجامعات في طب وكده تم إلغاء امتحاناتهم بالكامل. هذا حضرتك عرفته لأنك موجود في مصر. نعم. أما التسريب الامتحان والغش وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة الآن، الأمهات خارج المدرسة وتتصل بالرسالة وتبعت رسالة مش عارف إيه، والذكاء الاصطناعي كمان كارثة. نعم. الذكاء الاصطناعي العيوب بتاعته كارثة كبيرة، لأن هذا ممكن يسرق كتاب فرد أو كاتب يفرغه. الكلمات بقى نرجع لأن الكلمات لا تتشابه، هذه كلمتي هذه كلمة. سرق الأغنية اللي أنا ألفتها، لا يمكن. نرجع تاني عشان ما نفضلش عند المعلم. الاتباع كمان احتياجات السوق. يعني أنا أعلم أن في مصر الصيدلة تأخذ عدد معين
لذلك الصيدلة كله بيشكر في الصيدلة، وعدد وبيخرج بتوظف، لأن العدد محدود. فنتبع ذلك مع الجامعات الأخرى والتخصصات الأخرى. إذا موجود التعليم، موجود كل شيء، ولكن تقصد حضرتك احتياجات السوق عايزه ايه، فاحنا نركز في الدوله في ان احنا ناسس الكليات دي، يبقى خريجينا هم دول اللي احنا عايزينهم يعني. هي الدولة عملت ذلك قبل ذلك. التعليم الفني، الثانوي الفني، كان الواجب في الثانوي الفني نعم عدد معين 25 طالب في فصل بيتعلموا مثلا خراطة أو لحام أو كده. السوق محتاجهم. أصبحت المدارس تفريغ، حتى الجامعات تفريغ، بدليل أن الطالب الجامعي يقول أنا تخرجت من الجامعة، وهذا تفريغ، خطأ لغوي شنيع. تخرجت من الجامعة أي الجامعة تخرج دجاج، أما تخرجت في الجامعة وهذا يعني تعبير لا يعلمه كثير من الناس أو من الطلبة. نعم. الكتابة العلمية لا يستطيع. لو تقدمنا مرحلة وسألنا كيف دكتور عمل رسالة علمية وهو لا يستطيع أن يكتب اللغة العربية، إذن الرسالة أعطاها لمدقق لغوي وصححها. نعم. واعتمد على طفل، لأنه الكتاب لا يمكن يطبع وبه أخطاء لغوية. الأمانة العلمية يعني مش متوفرة بشكل كامل، يعني مش متوفرة، وأصبح سرقة الرسائل العلمية من أبحاث الآخرين. فبيخرج لنا في المجتمع ناس الفكر بتاعهم مش مظبوط تمام، فطبعا بيوصل الفكر مشوه ده للأجيال، فبيطلع عندنا جيل طبيعي مش عارف طريقه. نعم. بدليل أن الذي يسرع ويحاول أن يكون شخصا مرموقا بالدكتوراه مثلا، نعم. الدكتوراه ليست هي كل العلم. الدكتوراه ليست كل العلم. نعم. الدكتوراه إنسان أخذ جزء من أشياء علمية أو من معلومات علمية أو فرع من التعليم وبرع فيه، وضح نقطة معينة، لكن ليس بعالم. الحجة، حجة الإسلام، الرجل الذي يحفظ آلاف الأحاديث، هذا بالنسبة لدكتور في المتخصص في دراسات أدبية أو إسلامية هذا أقوى منه. أنا كان يقول لي أستاذ الدكتور، أنا كنت أخرج من المسجد وأنا أستاذ دكتور وصديقي اللي هو أكبر مني أستاذ دكتور. نعم. كان يفرح جدا عندما أقول له يا شيخنا. أصبح كلمة شيخ أعلى من دكتور. بس متى تكون كلمة شيخ أعلى من دكتور؟ لما يكون شيخ على مسمى ذو علم، اسمه ذو علم تشوره. نعم. مرجع ترجع إليه، تأخذ منه العلم، تقارن علمه بالآخرين، تلاقيه زي مثلا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، تكلم في اللغة العربية الفصحى وكان يتكلم بالعامية. نعم. مزيج، وكان مقبول عند الغير متعلم وعند المتعلم. نرجع تاني للتطور الصناعي، العلم الصناعي، التكنولوجي. يعني مثلا عبد القدير خان العالم النووي الباكستاني، نعم. هناك ناس يصنعون دولهم، حريص على أن يقدم لأمته. ذهب إلى هولندا ودرس النووي وعاد إلى باكستان ليقدم لها برنامجا نوويا كبيرا. وقد حدث هنا المعلم الذي اجتهد وسافر ليرفع من قيمة بلده. البلد لابد أن تحفظه وتحيط حوله المقومات التي لا تتسبب في قتله مثلا. فقدرت باكستان له 12,000 شرطي لحمايته، 12,000 لحمايته. نعم. حتى خرج البرنامج النووي إلى النور. صارعنا نحن المسلمون إلى
كلمة القنبلة الإسلامية لا قول القنبلة المسلمية، رفضوا، قالوا القنبلة الباكستانية. إذا لماذا تتمسح بي؟ نعم، أنا اجتهدت. أنا اجتهدت. نعم. لماذا تتمسح بي؟ أنت سابقني، المسابقة في العلم جائزة. نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. الطبيب العالم الكبير مهاتير محمد، ماليزي، مات تقريبا يقرب من 99 عاما. نعم. وكان له كتاب في آخر أيامه كتاب رؤيا أو الأمل. 99 سنة يقول الأمل، ينظر للدنيا على أن في هناك أمل. عنده رؤية، ما زال رؤية، عنده أمل لسه. ممكن يعلم أنه هيموت بعد سنة، نعم، يموت بعد يومين، بعد 20 سنة، الأمل مفتوح أمامه. لكن رغبة العطاء عنده نعم. مستمرة. أعتقد أنه ظل رئيس وزراء ماليزيا أكثر من 20 عاما. نظر إلى بلدي ووطني أنها بلد فقير، بلد يعاني في الطين، في الوحل. نظر إلى بلدي وإلى الملايو أنها بلاد فيها خضرة. أحيانا بنغلاديش أن انشقت عن الهند، هناك من يقول من المفكرين العرب يقول ليتها ما انشقت عن الهند. دولة دائما تغرق. نعم. ناس كثيرون يعيشون في الغرف الخشبية فوق المياه، يعني حاجة يعني تحت مستوى الفقر بمراحل. وكل عام فيضان بيحصل بيدمر اللي اتبنى قبل ذلك. فهو نصح الملايو، شعوب الملايو، لغاية ما ماليزيا أصبحت من النمور الآسيوية. سلط طبعا، قدر ميزانية التعليم، يقال أنا قرأتها 3/4 ميزانية الدولة، وهذا مبالغ فيه، ولكن نقول الميزانية الجزء الأكبر كان للتعليم. هو ركز على قصة التعليم عشان يقدر يطور الدولة، إصلاح أي أمة، مش أي أمر آخر عشان نقدر نطور، هو التعليم. نعم. اليابان ظلت 20 عاما تصنع لعب أطفال من السيارات فقط، وتحير العالم لماذا السيارات فقط. بعد 20 عاما وجدنا أن هذه السيارات اللعب صارت سيارات حقيقية. كان اختبار لعبة، طوروا في اللعبة. الغرب ينظرون إلى الحشرات، عيون الحشرات فيها ملايين الخلايا، فيها خلية مقطعية كذا، منقار الطائر هذا، صنعوا طائرات بجسم الطائر. نحن المسلمون لابد أن نفكر في ذلك ونصنع ذلك، والإعجاز العلمي في القرآن الكريم موجود في ذلك. طيارة شبح على شكل طائر معين، الجناح مفرود، يبقى إذن هنا الجناح مفرود وشكل الطائر المسلوب، وبيركز فيه. هذا كله يسمى إيه؟ بحث علمي. نعم. ومقرون بالتجارب. هناك مثلا صناعة الدواء، يحاربون صناعة الأعشاب. نحن المسلمين نقول أي شيء طبي نووي، أي شيء طب نووي أو طب الرسول. ومن قال لك أن هذا هو طب الرسول؟ هم يريدون تحويل الدواء يصنع عن طريق المعامل. نعم. الدواء من الأعشاب في الأساس، ولكن عن طريق المعامل، نسب، مقادير معينة. هذا جربوه على الفئران، وفي النهاية عندما يوجد علاج جميل قوي وغالي، الدولة هنا تقوم بدورها، تشتري هذا العلاج من الشركات كي لا يخرج بره إلى دول أخرى، وتدعمه. مثل ما وجدنا في مصر، سلكت هذا المضمار في حقن الانتيفيرون بالنسبة للفيروس سي. نعم. نعم. كانت الحقنة تزيد عن 1200 جنيه من 25 سنة، لغاية ما كان في ميسور كل فرد. ونجحت بالفعل الدولة، نجحت من أنجح الدول اللي قضت على فيروس سي. نعم. فده بالنسبة، ده مجال بالنسبة للطب، مجال صناعة
اوصل بالعلماء والمؤدين صناعيا وتربويا نعم. لصناعه البلد. يعني انت تصنع سلعه، تصنع ثلاجه، تصنع سياره. انا قرات منذ اسبوع مصر تصنع سياره كذا، شيء يفرح، يسرنا في الغرب عندما نفتخر. هناك فجوه، اذا عندما مصر تصنع سياره قربنا من الهرم. إذا الحضارة العظيمة اللي كانوا بيقولوا حضارة الأحلام وكلام، مصر هي صنعت السيارة، نتمنى صنعت الطيارة اللي كذا. نتمنى إن العلم يتقدم. عندما يتقدم العلم وتوجد الصناعة يوجد تصدير. الحقيقة يا دكتور، احنا حوارنا بأمر الله سبحانه وتعالى يطول، وعايزين بس في عجالة نعم. تمام نقطتين ثلاثة كده نقول احنا هنعدل ازاي الفكر ده. نعدل هذا الفكر عندما نضع كل إنسان متخصص في شيء معين في مكانه الحقيقي. لا نجعل أقل منه يتخطى ويرقصه، أن هذا حرام. الإنسان تضع الرويبضة، من الرويبضة تضع من هو أقل علما عن غيره يرقصه، تفسد العملية التعليمية. أريد أن يكون وزير التعليم في أي دولة بيرتبط، يكون مثقف أولا، يكون شهادات علمية مقرونة بالعلم. بيحصل اختبارات هناك من النمسا مثلا، أدخل طب لا بد أن تكون مجيدا في الرياضيات والعلوم ومادة معينة وتدخل، ليس شرطا مجموع. هناك مثلا يدخل الهاتي اللي هو التعليم الصناعي عندنا. شاكر لحضرتك، معلش الوقت الحلقة بينتهي، فيعني سعداء بلقاء حضرتك جدا، ويتجدد اللقاء بأمر الله. الله يحفظك. مشاهدينا الأعزاء، كانت حلقة بها كثير من المعلومات، من الأسرار. في نهاية هذه الحلقة أنا أناشد كافة مسؤولين التعليم في مصر وأصحاب القرار في مصر، تمام، لابد أن يكون هنالك شفافية. مش هقول أكتر من كده، لابد أن يكون هنالك شفافية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.